السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كرتون اليوم يا أصحابي اسمه كوكب الألوان الضيعة. قصة اليوم يا أصحابي هتعلمنا حاجات حلوة قوي، منها إن الاختلاف قوة والتعاون بيرجع البهجة. كان في كوكب بعيد اسمه كروموس، وكان عبارة عن بلدان، والبلدان دي والمدن كل حاجة فيهم ليها لون واحد بس. يعني مثلا لو في مدينة لونها أحمر خلاص ما ينفعش أي لون يختلط بها تاني. لو مدينة مثلا لونها أخضر تفضل خضرة. فكانوا بيتسموا بقى إيه؟ مدينة الأحمر، مدينة الأزرق، مدينة الأخضر. وأي حد يا أصحابي يخلط أي لون بالتاني بيتعاقب فورا. وبطل قصتنا النهاردة ولد اسمه زيزو. زيزو مولود في مدينة الرمادي، اللون الرمادي، فلونه كان رمادي وباهت. كل المدن اللي حواليه كانوا بيتريقوا عليه، يا زيزو يا باهت، يا زيزو يا رمادي. بس زيزو كان معاه فرشة سحرية ورثها من جدته. وفجأة حصلت مشكلة يا أصحابي، والناس صحوا في يوم لقوا ان كل الالوان بتبهت. يعني اللون الاحمر بقى لونه وردي، واللون الازرق بقى لونه سماوي، والمدن كلها هتتحول للون الرمادي وهيبقوا زي زيزو. وكل الناس خايفين جدا. زيزو اكتشف يا اصحابي ان الفرشة اللي معاه مش مجرد انها بتلون بس، دي بتخلط الالوان ببعض. يعني لما حط نقطة لون احمر على نقطة اصفر طلعت له لون برتقاني بيلمع بطريقة جميلة قوي. زيزو بقى رايح يسافر هو واصحابي مع بنوتة اسمها لولا. لولا ديت من مدينة الازرق، والروبوت فحمي بيحب الاسود. رايحين يقنعوا الناس ان هم لازم يخلطوا الوانهم عشان البهجة والالوان الجميلة ترجع تاني. العمدة جري الشرير عايز العالم كله يبقى لونه رمادي زيه. هو اصلا حاكم مدينة الرمادي وبيكسر اي فرشة تلوين يلاقيها. العمدة جري يا أصحابي حبس زوزو في برج رمادي كبير قوي عشان يمنعه عن اللي هو بيعمله. ولكن لولا وفهمي ما سكتوش، ونادوا لكل أطفال القرية، وكل طفل بقى بيحط نقطة لون من المدينة بتاعته على البرج. الألوان كلها يا أصحابي اختلطت ببعضها وعملت قوس قزح جميل جدا ومبهج، وفجروا البرج. كوكب كروموس يا أصحابي بقى أحسن من الأول، والمدن كلها اتفتحت على بعضها، وكل لونين بقوا بيعملوا لون جديد خالص. وزيزو بقى اسمه فنان قرموس الأول عشان علمهم إن اللون الواحد حلو، بس الألوان مع بعضها بتعمل حياة. نتعلم يا أصحابي إن احنا ما نتنمرش أبدا على حد مختلف عننا، ولما نكون مختلفين وكل واحد فينا بيعمل حاجة شكل احنا كده بنعمل معجزات. يعني مش لازم كلنا نبقى نسخة من بعض، عادي جدا ان احنا نبقى مختلفين، كل واحد فينا بيبقى مميز بحاجة معينة. يلا يا حلوين قولولي مين فيكم بيحب الرسم والتلوين، وانزلوا بص على الوصف زي ما عودتكم. عاوزاكم كمان تكتبولي في التعليقات عن القصص اللي عايزيني اتكلم عنها. وتوتة توتة وخلصت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ يلا يا حبايبي تصبحوا على خير.